تخيل معايا الصين أعلنت إنها صنعت شمس صناعية اسمها وحرارتها وصلت ل 150 مليون درجة مئوية، يعني أكتر من حرارة شمس ربنا ب10 مرات. طيب ليه بيعملوا كده؟ بالبلدي كده عايزين يولدوا طاقة نظيفة، مش بالبترول ولا بالفحم ولا مفاعلات ملوثة، لكن من حاجة اسمها الاندماج النووي، يعني ذرتين هيدروجين بيندمجوا مع بعض زي اللي بيحصل جوه شمس ربنا. الاندماج ده بيطلع طاقة مهولة، ولو نجحوا فيه هيقدروا يغيروا شكل العالم، بس لسه بيجربوا، بيحاولوا يولعوا شمس وتديهم نور. كويس؟ مبهر جدا. لكن تعالى نرجع خطوة لورا. ربنا سبحانه وتعالى قال: وجعلنا سراجا وهاجا، يعني الشمس اللي بتنور الكوكب كله ربنا خلقها من غير تجارب ولا معدلات ولا مفاعلات، قال لها كن فكان. بس السؤال هنا، انت فين الشمس اللي جواك؟ فين النور اللي المفروض يخرج من قلبك؟ فين الإيمان، العلم، الأخلاق، الكلمة الطيبة، النية الصافية؟ الصين بتشتغل سنين علشان تولع نور لدقايق. انت ممكن بكلمة، بآية، بسلوك بسيط تنور قلوب حواليك مدى الحياة. الصين بتجري علشان تنتج طاقة، وانت ممكن تنتج وعي، قيم، وأمل. الصين عملت شمس عظمة عالمية، بس انت جواك شمس من نوع تاني. سلام.